بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لكل المجد يا رب. النهارده الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيء ما وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض إنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطولون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه. إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله، هو الإله وليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 52 ابتلع الفساد إلى مجد. نبدأ على طول وعارفين إن ربنا اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب كشعب ليه وعمل معاهم عهد. ونشوف في سفر التثنية 4 ربنا غضبان منهم، ورجع ربنا وعمل معانا عهد مع كنيسة الأمم بدمه الغالي الثمين على الصليب. هل كلنا مستمرين في الخضوع ليه وبنسمع وصاياه وكلامه؟ هل بنحترم الدم الثمين في المعاملات بينا؟ هل نسعى للنمو في حياتنا الروحية للاتحاد بيه؟ ربنا بيضيق عليهم في آخر الأيام وعلينا، وعلشان كده سميت الضيقة عليهم باسم ضيقة يعقوب. وده من محبة ربنا ليهم بهدف إنهم ما يهلكوش ويرجعوا ليه تاني في آخر الأيام. طب الضيقة دي اللي هتيجي على اليهود هتكون بس عليهم ولا على العالم كله؟ طبعا احنا بنتكلم عن ضيقة آخر الأيام، جاية بصفة خاصة على إسرائيل على اليهود، وبصفة عامة هتكون على العالم كله. وبدأ مبتدأ الأوجاع فعلا على العالم كله من دلوقتي، لكن من جمال ربنا عمال يقول لنا خدوا بالكم وقلبوا علينا. وزي ما أرسل ربنا ليهم الأنبياء زي مثلا النبي أرميا للشعب زمان قبل السبي، عمال يرسل لنا أبواق إنذار. أرميا معناها الرب يؤسس ويثبت. ربنا بيثبت شعبه وأولاده وبيفهم وبيشرح لأولاده عشان يستعدوا ويسهروا ويطمنوا ويبقوا عارفين. لأن ربنا لما بيشوف الفساد بيزيد في الأرض شيء طبيعي، هو مش بيقف يتفرج وبس، هو ضابط الكون العظيم، وهو بيغير وبيغير على أولاده. طيب إيه أسباب الضيقة العظيمة والصعبة اللي جاية دي؟ وما هي سمات هذه الضيقة؟ وما هي النتيجة؟ تعالوا نشوف أسباب ضيقة يعقوب من سفر التثنية 4. 1. الفساد. يعني إيه فساد؟ ربنا أعطاهم أرض ومتعهم ببركات الأرض واداهم ميراث وأولاد، لكن إذا فسدتم أي لم تصنعوا الصلاح، ده بالعربي، لكن بالعبري إذا تحللتم زي الميتين أو تفككتم، يعني إذا تفككتم وحصل انحلال في كل الأساسيات اللي ربنا وضعها للشعب، انحلال خلقي، انحلال ديني، انحلال في الإيمان والعقيدة والطقوس اللي وضعها ربنا للشعب، انحلال في العلاقات أو انحلال في النظام بصفة عامة. إذن الفساد تحلل وانحلال وتفكك.
الفساد الحقيقي كمان لما كل واحد عايز يشتغل بدماغه أو بمزاجه من غير حدود ولا رابط ولا يخضع لربنا، وملوش ربنا كبير ليه، وتفضل الذات جواه تتفحل لحد ما يبقى هو بيعبد نفسه وبيعمل من نفسه صنم من غير ما يحس وفاكر انه بيعبد ربنا. ده الفساد بعينه. لكن احنا دايما كأولاد لربنا بنرجع لربنا وكتابه عشان نتعلم ونفهم صح، ويبقى ربنا بيحط لنا حدود وروابط. ما هي الأسباب التانية لضيقة يعقوب والعالم كله؟ وصنعتم تمثالا منحوتا. بيهلك الإنسان حينما يرفض الله العامل فيه لبنيانه ليصنع بيديه إلها لنفسه. يعني حول الإنسان نظره عن ربنا مصدر حياته ونحته في الصخرة عشان يصنعوا تمثال. احنا عارفين ده تأمل ان الصخرة هو المسيح، وكأنهم لما ينحتوا في الصخر ليصنعوا تمثال هم بيحفروا روحيا وينحتوا بيكسروا جوه قلب المسيح صخر الدهور، وبيوجعوه جدا بعملهم الشرير ده وهم برضو مش حاسين. تالت حاجة إغاظته. وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته، بالعبري لإثارة غضب ربنا. ومين يقدر يقف قدام غضب ربنا؟ موسى النبي بيأكد كمان عليهم وقال للشعب في تثنية 31: لأني عارف إنك بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه. شايفين نفس الثلاث حاجات بأعمال أيديكم، بالنتيجة ربنا هيضعهم في الضيق، وتسمى ضيقة يعقوب زي ما احنا عارفين، وهتكون في آخر الأيام عند رجوع المملكة الرومانية العائدة للحياة المتحدة مع أوروبا، زي ما عرفنا في جزء التنين وضد المسيح الجزء 37. وتبقى النتيجة ضيقة عظيمة في آخر الأيام. يعني عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، ترجع للرب إلهك وتسمع لقوله. بعد ما ربنا قلل عددهم وبددهم وشتتهم بالعبري، ربنا هيضيق عليك يا يعقوب. يدعك الرب في ضيقة، في شدة، يعني في مكان ضيق، زي هيحشرك، هيخليك في وضع ما تعرفش تتحرك لا يمين ولا شمال، يعني هيحطك في مكان ضيق، وكمان هيضعك في زمان ضيق. وده قال عنه دانيال النبي إصحاح 12: ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. يعني ضيقة في المكان والزمان في آخر الأيام. ده ليه؟ عشان تكون النتيجة يرجعوا لربنا. ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك. الرب إلهك إله رحيم، لا يتركك ولا يهلكك، ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه. يا طولة بالك يا رب، ومراحمك الجديدة لينا كل صباح. المعنى بالعبري الله رحيم ولا يفشل من إنه يرجعك ويمحي الفساد، يعني يرجعك ويجمعك ولا يفككك. يعني ربنا القادر على كل شيء يغير فسادهم حتى بعد تحللهم ده بإيه؟ بمجده، ويعطيهم قيامة وحياة. لا يفقدهم كيانهم بالرغم من تشتتهم في العالم. لما يرجعوا يطلبوا، بالرغم من تشتتهم في العالم كمان كان مدة طويلة حوالي 2000 سنة مشتتين، وده طبعا لما يطلبوا ربنا ويتوبوا ويرجعوا ليه. سؤالي النهاردة كنت بسأل: يا ترى ايه هو تأثير الفساد بقى على نفس الإنسان جواه؟ الحقيقة ربنا ما تأخرش عشان يفهمني ووراني رؤية بسرعة. شفت رؤية جديدة بالنسبة ليا. كنت في الكنيسة وحضرت القداس، وخارجة من القداس مبسوطة بحضور ربنا. دخلت في اجتماع خدام لإخوة الرب، وهنا اتضايقت، وكنت مش مبسوطة من طريقة تعامل الخدام مع إخوة الرب. الخدام بيتعاملوا ببخل قوي تحت مسمى التدبير طبعا، وبيستهزئوا بالناس طبعا من وراهم. حسيت بحالة تمرد الخدام من إن أي حد يحاول يعلق أو يفهمهم حاجة. وطريقة إخوة الرب مع الخدام كان فيها استغلال،
كنت متضايقة من نفسي لأني حسيت إني أدنتهم جوايا. قررت مش هحضر تاني عشان ما غلطش قدام ربنا وأدين حد، وقلت أكيد في حاجة أنا مش فاهماها. دعي الخلق للخالق، وخرجت من الكنيسة. وبسأل نفسي، هل دول خدام كنيستنا؟ فين المعطي المسرور يحبه الرب؟ فين الأنبا أبراهام أسقف الفيوم والجيزة؟ فين أعطوا تعطوا؟ أكيد مش فاهمين معنى البركة. هم نسيوا يعني إيه البركة، ومعلش هم مش بيدوا من جيبهم، ده المال مال ربنا وما ينفعش أحرج الناس حتى لو هم غلطانين. في وسط الأفكار دي في الرؤية لقيت في واحدة زي الملاك جت قالت لي تخيلي دول عايشين في جسد المسيح اللي هو الكنيسة، شايفة التمرد بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ بجد حاجة تحزن، الطريقة دي تقطع البركة من المكان. وانا ماشية وزعلانة في الشارع لقيت بنت صغيرة زي الملاك جت ومسكتني من ايدي ودخلتني من باب، وجت عند حائط وراحت عاملة دايرة، فتحت دايرة في الحيطة في اتجاه عقرب الساعة، وقالت لي ادخلي من الدايرة دي. عارفين ده اتجاه عقرب الساعة، يعني احنا نازلين لتحت في اتجاه الشيطان. فدخلت ولقيت واحدة ست ومعاها 2 ولادها صبية، وزي خيال المآتة في حجرة من غير لا باب ولا شباك، لا بيدخلها لا نور ولا هوا، زي المقبرة. وبكل أسف بكل أسف معفنين. المقبرة ممكن تكون أنظف. السباخ وهو ذوي روى في البهائم في كل مكان، على الحوائط والسقف والأرض والترابيزة وعليهم. الناس دول كأنك نزلتهم في مجاري سبخ وخرجتهم، وممكن العينين باينين بصعوبة من كتر السبخ عليهم، كان من شعرهم لضفر رجليهم، وهم مش حاسين، كأنهم متعودين على كده، هم كده مبسوطين، بس السبخ داخل ومتشبع بيه كل حتة ومكان. المنظر صعب صعب قوي، الجو كله مشبع بالعفونة والسبخ في المكان. الهوا مشبع، الهوا مشبع كأنك بتتنفس عفونة وسبخ، الريحة صعبة جدا. المشكلة الناس دي مش حاسين، كأنهم عمي طرش. هو في ايه يا جماعة؟ الدنيا مسبخة، يعني مشبعة، حتى المادة الترابيزة الحيطان الإنسان مشبع. المنظر صعب جدا. أنا لأني مش فاهمة خرجت منديل من جيبي، حاولت أمسح الترابيزة وبقول انتوا محتاجين تفتحوا شبابيك تدخلوا الشمس والهواء شوية، بقى شوية قماش وتنضفوا، الموضوع مش صعب. وبقول في ايه؟ هو أنا بقول حاجة غريبة؟ العجيب زي ما بقول لكم هم مش سامعين مش حاسين مش شايفين، زي الميتين لكن بيتحركوا. خرجت زي ما دخلت وانا فهمت ان المشكلة مش في المية والهواء والشمس، ان ده انسان سلم ارادته لابليس وعايش جوه اجواء ابليس، اخذ طبيعته الفاسدة، وفي خصام لا سلام، وزي الميتين داخليا بيتحللوا وهم عايشين اجواء فساد والظلمة، شكلهم صعب قوي قوي وغريب. ولسه كل ده وبالرغم من هذا التشبع بالفساد ربنا صابر عليهم. خرجت من عندهم زي ما دخلت، ورجعت على المدخل الخارجي للكنيسة اللي كنت فيها من شوية، وشفت خدام الرب إخوة الرب في المدخل مش جوه الكنيسة زي المرة اللي فاتت، وكأن ربنا خرجهم من جوه الكنيسة للمدخل وبيديهم فرصة أخيرة قبل طردهم. وكان معاهم خدام تاني أنا عارفاهم، ومنهم قاعدين على الكمبيوترات مركزين وبيضحكوا ويتهكموا بطريقة مش حلوة، مفيش نقاء. والصعب إن فيهم واحدة قال لي ربنا دي بقى إيزابل، أنا عارفاها لأنها هي عملت كل الطرق المشروعة والغير مشروعة عشان تاخد مكان واحدة تانية في الخدمة، واتبلت عليها بحاجات مش حقيقية، وقالتها للكاهن والأسقف وصدقوها. أنا بصراحة صدمت لما عرفت إن ربنا سماها إيزابيل، لدرجة إني لقيت نفسي غضبانة بقول للكل قدامكم 4 أيام لو ما نظفتوش نفسكم وتنقيتم هتطردوا من الكنيسة. كثيرون أولون يكونون آخرون،
وآخرون أولون. صحيت وبقول باسم الصليب يا رب، باسم الصليب على الولاد والبنات. لقيت نفسي بقول استرها معانا يا رب، استرها على ولادك، استرها يا أحن أب. صحيح إحنا في عالم صعب وحزين جوايا قلبي على سحق بنت شعبي. الناس دول عايشين في حيرة، تايهين بعيد، وبالرغم من إنهم شعب ربنا. تعالى بسرعة يا ربي، سامح ضعفي وعنادي، سامح جهلي وبعادي، اديني قوة في جهادي، وارفعني وارفعهم، وارفعنا كلنا في كل ألام. من فضلك يا رب تعالى يا يسوع أوام. طب هل الكتاب المقدس اتكلم عن السباخ؟ في سفر أيوب 39 لقيتها: من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش، الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه، يضحك على جمهور القرية، لا يسمع زجر السائق، دائرة الجبال مرعاه، وعلى كل خضرة يفتش لأنه جعان. هو حمار، ما بيفهمش، متوحش، ما بيسمعش، سكناه مش وسط الناس. الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه، أي القفر بيته والأرض الملحة مسكنه، اللي هي خيمته جسده. لا يرتوي من المياه المالحة اللي بيشربها، هو يلتهب عطشا على الدوام، منطلقا في شهواته بدون ضابط ولا رابط، قلبه غير نقي وفكره ملوث بأفكار إبليس. يضحك على جمهور القرية، لا يسمع زجر السائق، مليان كبرياء، لا يسمع لنصيحة أحد، يتنمر على الفاهم وفاكر نفسه هو اللي بيفهم وغيره ما بيفهمش. يشير إلى كبرياء هذا العالم أو قوات مملكة الشر الشريرة اللي بتحطم البشر بروح الكبرياء وتخليهم زي الوحوش، مش بني آدمين. عشان كده بيتقال عليهم على ضد المسيح إنه وحش، والنبي الكذاب وحش. أيرضى الثور الوحش أن يخدمك أم يبيت عند معلفك؟ أتربط الثور الوحشي برباطة في التلم أم يمهد الأودية وراءك؟ أتثق به لأن قوته عظيمة أو تترك له تعبك؟ أتأتمن أنه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيدرك؟ يعني تقدر تأتمنه؟ لا يبيت في معلفه حيث توجد كلمة الله كغذاء النفس. الكبرياء يحطم المؤمن ولا يبنيه، ويفسد مفاهيمه حتى لكلمة ربنا، فلا تشبع أعماقه بها ولا تعتمد عليه في خدمتك. هل تقدر إنك تربطه أو تجعل هذا الحيوان يقترب إلى معلفك وهو غير منضبط جسديا نفسيا روحيا، وإنت فاقد فيه الثقة وهو غير أمين بالرغم من منظر قوته؟ لا تأتمن على الحصاد. فرق كبير بين الحمار الوحشي والأليف بالرغم من إن الاتنين حمير. في الإصحاح 39 يا رب ارجعوا له من سفر أيوب، جميل قوي وبيشرح عدم الحكمة كويس، يعني الغباء، لأن هذه الوحوش بتبقى غبية، مفيش حكمة. في رمية 3 كما هو مكتوب: إن له ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، فمهم مملوء لعنة ومرارة. بصفة عامة مفيش فيهم خوف ربنا، مفيش خوف ربنا قدام عينيهم، مفيش أعمال بر، عديم الفهم، كلامهم وبالأسلوبهم يخرج بعفونة القبر، وزي صوتهم عالي وكلامهم فارغ بدون معنى، مليان لعنة ومرارة، ماكرين وخبثاء. عشان كده لما يجي واحد يعمل الشر قدامك ما تقولش أنا ما عملتش حاجة، دي طبيعتهم، ده أسلوبهم، ده نظامهم، من غير ما انت تعمل اي حاجة. كده نبقى فاهمين. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعدي ويقول أنا هغير الأشرار، بس الأغبياء يعبرون فيعاقبون.
لازم نكون فاهمين ونكون واعيين، ويكون عندنا شوية يعني حكمة، ما نقربش للفساد وللفاسدين. إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم إيه؟ مجد الله. يبقى الحل هو في مجد الله. طيب، زي ما فهمنا كده الفساد، تعالوا نفهم ما هو المجد. في العهد القديم كلمة مجد بالعبري هي كافود، تعني ثقل أو كثيف، أو ممكن أقول ببساطة إن المجد هو الأجواء المحيطة بالله اللي بتظهر طبيعته، زي ما احنا كده شايفين في الصورة. كل الأجواء مليانة مجد، كل الأجواء مليانة سحاب ثقيل كثيف. لما طلب موسى من ربنا أن يريه مجده، رد عليه ربنا وقال له 3 حاجات: أجيز كل جودي قدامك، أنادي باسم الرب قدامك، أتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. يعني الله أعلن مجده لموسى بأنه أعلن عن عمل وجوده وكرمه وعطاياه الصالحة. 2، أعلن عن اسمه أو هويته شخصيته. 3، أعلن عن صفاته وإرادته الصالحة، هو يرحم ويتراءف لأنه محب البشر. ربنا قال لموسى ببساطة: يكفيك أن ترى الخليقة وأن ترى حولك النور، ترى العالم الذي أنير بأشعتي، تلتمس الدفء الذي أشعه على الكون والحياة التي أبعثها. يكفيك أن تعرفني وتعرف اسمي، يكفيك أنك تعرف صفاتي الأدبية والمراحم الأبدية. رؤية مجد الله والوجود في محضره بيغير الإنسان من جواه، بيغير نظرته لكل شيء حواليه، يعني إن كل شيء في العالم باطل وقبض الريح. روح المعرفة ومخافة الله بتملاك، تعرف إنك في المسيح خليقة جديدة، وإن المسيح هو هويتك الحقيقية. إذن المجد هو سيادة الله في المكان بحضور تقيل وكثيف، يعني بسيادة الله وحضوره تتغير أجواء المكان تلقائيا. وكان ظهور المجد في العهد القديم في شكل سحابة تقيلة أو كثيفة. أحيانا السحابة تقيلة أو كثيفة. ناخد مثلا زي عمودي السحاب والنار في أيام موسى النبي. كان عمود السحاب بيقودهم في البرية ويلطف من سخونة الجو في البرية، وعمود النار بيفصل بينهم وبين فرعون، بينور ليهم الظلام وبيحميهم. وفي مجد كمان بنحس بيه، في مجد بنحس بيه وفي مجد مش بنحس بيه. زي موسى النبي لما نزل من الجبل ما كانش حاسس ان وجهه صار يلمع، ولبس برقع على وجهه علشان يقدر يكلم الناس ويشوفوه. في كمان المجد اللي حل في هيكل سليمان وغطاهم كان تقيل، فما قدرش الكهنة يقفوا في الهيكل فسجدوا لأن للمجد السجود. آدم كمان من غير المجد تعرى وأصبح في عار. مريم كمان أخت موسى لما كانت مش مبسوطة من موسى لما اتجوز الكوشية ورفع المجد، ورفع قلب موسى يعني صلى لربنا ورفع المجد، مريم بقت برصاء. إذا إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح اللي هي خدمة العهد الجديد تبقى في مجد. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الله هو ملك المجد. مجد الله ظهر في وجه يسوع المسيح، وهو بهاء مجده، هو رب المجد، هو رجاء المجد. يبقى المجد في العهد الجديد. في العهد الجديد تستخدم كلمة المجد عشان تترجم كلمة دوكسا، واللي بتحمل المعنى الأساسي الإشعاع أو الروعة، يعني إشعاع شخصية الله. المجد هو، تعالوا نقولها كده، الشعاع الخارج من نور وبهاء الله الداخلي الممجد. يظهر هذا المجد في وجه يسوع المسيح له المجد. إذا المجد سيادة الله في المكان بحضور تقيل وكثيف،
يعني بطبيعة سيادته ومراحمه بيغير أجواء المكان ويظهر في شكل سحابة قديما. هو شعاع ونور وبهاء الله اللي بيغطي الشخص اللي قدامه أو المكان فيغيرهم تلقائيا. هو ده العلاج الوحيد للفساد، زي الضوء والحرارة الخارجين من الشمس اللي بتطهر أي مكان تدخله بتلقائية طبيعتها. ده المسيح، هو رب المجد. إذا المجد هو استعلان حضور الله بأعماله زي السيادة، قيادة، حماية، استعلان فداء، استعلان نور يهرب الظلام قدامه، جود وخير، هوية، مراحم ورأفة، كمال وجمال وروعة وبهاء الله. هو استعلان شعاع النور الخارج من طبيعته، من طبيعة ربنا، ليه المجد. احنا موجودين لمدح مجد نعمته. قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، زي ما قلنا السجود للمجد في محضر وحضور الله كمان نسكن في مجده. في العهد الجديد في إقامة لعازر يوحنا 11 قال يسوع ارفعوا الحجر. ردت عليه مرسى وقالت له يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. قال لها يسوع ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله. عايزة أقول حضور في يسوع في المكان غير فساد الميت وأعطاه حياة جديدة. الفساد اللي غير جسد الميت وحلله وفككه أخذ تقريبا 4 أيام، والإنسان اللي بيستمر في الخطية 4 أيام روحيا يفسد ويخرج من جسد المسيح بإرادته، لأنه سيطرد خارجا إن لم يتوب. عشان كده كنت بقول لهم قدامكم 4 أيام. ليه؟ ممكن يحصل فساد. انتوا خرجتوا من الكنيسة للدار الخارجية، لو استمر الفساد فيكم هتطردوا كمان من جسد المسيح تماما. ثالث حاجة، ظهر مجد المسيح في عرس قانا الجليل وغير طبيعة المية الخمر. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، وهو ده اللي أنا بركز عليه النهاردة، المجد. فآمن به تلاميذه. يبقى المجد بيغير الطبيعة. إذن المجد يظهر في قدرة ربنا على تغيير طبيعة المية الخضراء وإعادة الحياة لما تحلل. طب هل المجد يجمع اللي اتفكك؟ تعالوا نشوف مع بعض آية في سفر أشعياء. ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك. طب يعني إيه يجمع ساقتك دي؟ إحنا في سفر أشعياء 58:8. تعالوا نشوف. ويكون الرب وراء شعبه بقوته يجمع ساقتك. هنا نرى الله قائد للمسيرة يسير أمامها، يعني أمام الشعب زي عمود السحاب قدام الناس، قدام الشعب في البرية، ويحمي مؤخرتها من الضعفاء والعاجزين والمنهكين بعمود النار، زي ما فمنع الله بين فرعون والشعب، فمع الله بنشعر دايما بالأمان. الكلمة العبرية المستخدمة تشير لكتيبة في الجيش اسمها كتيبة الساقة، مخصصة لحماية مؤخرة الجيش من هجوم الأعداء. هي مختصة بجمع الأطراف، مختصة بمنع التشتت والانكشاف، مش بس مجرد حماية فقط، ده احتواء وترتيب وجمع ما تفرق. في الحروب القديمة كان الخطر الحقيقي مش بيجي دايما من قدام، ده بيجي من ورا. العدو الماكر يهاجم مؤخرة الجيش، يستهدف المتأخرين المتعبين، يستهدف الجرحى. علشان كده كانت الساقة أو كتيبة الساقة في الجيوش هي القوة اللي بتسير خلف الصفوف، بتحمي الضعفاء وتجمع المنهكين وتمنع انكسار الجيش قدام الأعداء. فالكتيبة دي كانت كتيبة مهمة جدا. المهم لما بيقول الوحي إن مجد الرب يجمع ساقتك، فهو يعلن إن المجد نفسه صار قوة خلفك لتحفظ مما وراءك، لا يتركك مكشوفا ولا يسمح للضربات الخلفية أن تصيبك. حماية ربنا مش بس بفتح الأبواب قدامك، لكن الوحي بيقول إن البر يسير أمامك ليقودك، بينما المجد يغلق الثغرات خلفك قدام عدوك، يقفل أبواب ماضيك، يغير نظرتك للماضي، كسورك، أخطائك، آثار المعارك القديمة،
كل ما كان يلاحقك ويهددك من الخلف صار محاطا بالمجد لتغييره. مجد الرب لا يجمع ساقتك بمعنى التغطية بس، ده بمعنى كمان الاسترداد. الاسترداد لكل ما تشتت فيك، ما تفكك بسبب الألم، ما تراجع بسبب الخوف. المجد يرجع يجمعه من جديد. ده مش جمع ميكانيكيا، ده جمع شافي. المجد لا يخفي الجرح لكن يعصبه، لا يتجاهل الماضي بكل مشاكله وآلامه وتعبه، ده يعيد تشكيله ليصير شهادة قوية وعظيمة ليك، قوة لمستقبل حياتك. هذا المجد صار رفيق مسيرتك، بيسير معك كقوة حية حارسة جامعة شافية، تحفظك وتسير معك بثبات. مجد الرب يجمع ساقتك، هو ذات المجد اللي حل في قدس أقداسك ويملأ هيكلك. اعلن حضور الإله القدوس بمجده جوه قلبك، جوه كنيستك. اعلن حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه، عالي هو الأب في مجده وجلاله، ده أبويا وكله الحب، ده ما بيتغير أحواله. قد إيه يا رب عظيم وليك كل المجد. نسجد قدامك. أبي السماوي أشكرك، أسجد لمجدك، لأن مجدك لا يقودني فقط إلى الأمام بل يحرسني من الخلف. أشكرك لأنك لا تتركني مكشوفا أمام الماضي ولا أمام آثار الألم والجروح. أشكرك لأن مجدك يجمع ما تشتت في نفسي ويرتبها، ويغلق كل باب خلفي فلا يعرضني للضربات الخلفية الخفية. أشكرك لأن ظهري محروس كما إن وجهي مرفوع. أشكرك لأن مسيرتي آمنة يا رب في إيديك. غطيني بمجدك وحييني، أؤمر بروح القيامة والحياة لكل عظام يابسة. أبي السماوي أشكرك، أسجد لك وأمجد اسمك القدوس. بقيامتك أقمتني من سقوطي، حررتني من عبودية إبليس. روح الحياة ابتلع موتي، المجد ابتلع فسادي. ومتى لبس هذا الفاسد عدم الفساد ولبس هذا المائت عدم الموت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. يا رب أنا غالب فيك بروح قيامتك وروح الحياة. هكذا إذن إن الله الواحد في 3 أقانيم الذي هو مجيد يعلن مجده إلى حد كبير بواسطة خالقته الآن وحملت صورته أنتم، وأعمال عنايته وفدائه أنتم، ويتجاوب شعب الله مع ذلك بتمجيده. الله ياخد المجد وبواسطة اتحاد شعبه بالمسيح يشركهم هم أيضا معه في مجده. كل هذا إنما يسهم في مجده إذ يستعلن الله في كمالات متنوعة ويعرف ويبتهج به ويقدر. أنا قد أعطيتكم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا فينا كما إننا نحن واحد. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة جديدة وسعيدة 2026 بنعمة ربنا تكون مليانة بالبركة والمجد وتبقى سنة مجد. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك وأشكرك يا إلهي العظيم. أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.